السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر إخواتنا في فلسطين يا رب في كل حال الأرض يا رب العالمين. طبعا بالنسبة لإخواتنا الأهلاوية اللي عمالين يتكلموا على إعادة المباراة، مفيش حاجة اسمها إعادة ماتش الأهلي والزمالك اللي فات. الماتش انساه، مش هيتعاد. آه بس هو كل اللغز بيتكلم فيها في الثلاث نقط اللي هيتخصموا آخر الموسم. حتى اللجنه الاولمبيه لو طلعت القرار ده، طبعا لا الزمالك هيوافق ولا بيراميدز هيوافق، وهيشتكوا للكاس، الاتحاد الافريقي، الاتحاد الدولي. طبعا زي ما وهترجع وهتشوفوا الكلام ده. طبعا شفنا كله في موضوع عبد الله السعيد برضه في اللجنه الاولمبيه عمل ايه، والكاس حكم بايه. برضه اخواتنا الاهلاويه اللي كانوا بيتكلم على موضوع كهربا، ده نادي افس رجع، ده نادي افس هيدفع مليون وكهربا يدفع مليون. مفيش الكلام ده. اللجنه الاولمبيه ملهاش تخصص. وطبعا سمعنا الوزير اللي الاهلي اعترض عليه ويقول لك ان اللجنه حكوميه ما تتدخلش، ده جهه حكوميه ما تتدخلش. وقال انت لما في نفس المكالمه الوزير كده قال لاحمد شوبير، قال له ان الناس اداره الاهلي اتصلت بيه يوم الماتش، ومن ضمنهم خالد مرتجي وتقريبا المهندس الضماطي، اتصلوا بالوزير وهو قال كده في المكالمه. فاخواتنا الاهلاويه معترضين واداره الاهلي مش عايزه تعترض لانها غلطت، فعادي يعني، ما الزمالك ما راحش واتطبق عليه العقوبه. اللوائح هنا بتطبق. آه، ايام اللي فاتت حاجه القانون عشان نغير من الكوره في مصر، عايزين نبقى زي المغرب، زي الناس المتقدمه دي. ده الدوري السنه يمكن من 15 سنه ما شفناش الدوري منظم كده. تعال شوف الدوري كده، تلاقي 18 فريق، ال 18 لاعبين قصاد بعض. كل فريق ما فيش ماتش متأجل. الاهلي كان بيتأجل له بالعشر مطوشه، ما فيش السنه الكلام ده. الرابطه يعني مش عارف طلعت القرار ده ازاي يعني، مشكورا يعني، مع ان كان عليها نبض كتير وحاجات كتير، بس برضه طلعت القرار وقالت لك ان الزمالك كسب 3 نقط 3-0. طبعا الاهلاويه مستنيين ومتعلقين الماتش هيتعاد، مفيش اعاده للماتش. كله طالع لك الماتش هيتعاد، مفيش اعاده للماتش، بس هو المشكله كله في الثلاث نقط اللي هيتخصموا اخر الموسم. طبعا الزمالك كان بعيد. اخر حاجه طبعا يشكر الاهلي دخله في المنافسه وخلاه حتى لو مش هينافس على الدوري فممكن ينافس على انه يشارك في ابطال افريقيا. طبعا كله طالع بقى، لا الماتش هيتعاد، الماتش هيتعاد، الماتش مش هيتعاد، انسى اتكلم في اي حاجه غير ان الماتش يتعاد. هو الماتش ما اتلعبش عشان يتعاد، والاهلي منسحب وطبقت عليه اللائحه بتقول انه يتخصم منه 3 نقط اخر الموسم و3-0، واتطبقت اللائحه. والزمالك اتطبقت عليه اللائحه، واي فريق اتطبق عليه اللائحه. الاهلي يقول لك انا هروح العب في السعوديه، والاهلي ده بتاع محمود الخطيب والاداره؟ لا طبعا. احنا عايزين بس يعني نتكلم بالعقل. يقول لك ايه ده هيروح يلعب في السعوديه، ده هيروح يلعب في بنجلاديش، ده يروح يلعب، ما يقدرش، ما فيش حدش يقدر يحكم في الاهلي والزمالك كاداره، ما يقدرش يحكم فيها الا ده جهه سياديه. ده الزمالك متطوع، والمجلس الاهلي متطوع، واتحاد الكره نفسه متطوع. يعني ما حدش يقدر يحكم في الحاجات دي حاجه دوليه يعني. انت كده بتقسم البلد عشان تتكلم في حاجه زي كده. اهلي وزمالك، اهلي وزمالك دول، اهلي وزمالك هنا في مصر، في مصر وافريقيا، ما حدش يتكلم في حاجه غير كده. لكن طبعا اخواتنا بيقول لك لا ده هيتعاد. طبعا ما فيش الكلام ده. وارجعوا بقى لقضيه كهرباء، ارجعوا لقضيه عبد الله السعيد. اللجنه الاولمبيه دي تخصص اولمبيات، ملهاش طلب بكره القدم. ملا استسمع بقى المهندس ادريس ده كله شغله من حسن مصطفى طبعا، يعني بتاع برضه بتاع سموحه، الاستاذ فجع عامر اللي قعد 3 سنين يقول لك ماتش مصر والسنغال هيتعاد. كان اتعاد ماتش مصر والسنغال؟ مفيش الكلام ده. في طبعا حاجات كده بتحصل بالشاي بالياسمين، وحاجات كده حلوه بتحصل. بس طبعا بدات تفوق الاداره، الادارات بدات تفوق. طبعا الشمسي ملك نادي بيراميدز هدد بالانسحاب، لان بيشوف حاجات كتيره طبعا بتحصل مش عاجباه، مش على الهواء يعني، مش قانونا ان هو يحصل معاه كده. لان هي منافسه في الاول، فوز وتعادل وخساره ووارد في اي فريق.
شفنا ليفربول طلع من باريس، شفنا فرق كبيره بتطلع عادي، يعني ما عادي، الكره هي مكسب وخساره، مش لازم انت تفوز. لا، هو قرار نادي الاهلي غلط زي ما قرار الزمالك السنه اللي فاتت كان غلط، فقرار الاهلي غلط. دي نقطه. والنقطه الثانيه ان شاء الله النهارده الزمالك والجونه كاس الرابطه، اللي هي المفروض النقطه الفاصله بين الانديه. فان شاء الله الزمالك النهارده طبعا عنده 8 لاعبين اساسيين غايبين، رايحين المنتخبات، من ضمنهم سيف الجزيري، وطبعا حسام عبد المجيد ومحمد عواد وزيزو ومحمد حاتة ودونجا ومحمد السيد. فتشكيل الزمالك ان شاء الله ممكن يبدا بمحمد صبحي ومصدق وبنتايج والونش واحمد حسام، وفي نص الملعب ممكن نشوف جهاد وجحفر وعبد الله السعيد. في الشمال ممكن نشوف شلبي، وفي اليمين شيكابالا، وان شاء الله قدام كده حسام عاشور، حسام اشرف. وكل توفيق ان شاء الله لنادي الزمالك، ولنا لقاء بعد نادي ماتش الزمالك ان شاء الله. السلام عليكم.